بسم الله الرحمن الرحيم. سلام ندي وشجي على منصتي المستشار المصري، فأنتم شموس نهار جلي، ويحق لكل مصري وعربي بأن يفخر بصالون مصري. فماذا عسانا أن نفعل مع حب صالون مصري؟ موعدنا اليوم مع فخر لكل مرأة مصرية، فهي بمثابة شمس لا تأفل أبدا. موعدنا مع الإعلامية الشقية خفيفة الظل الجميلة اللي نتشرف بيها كلنا، سماح هلال. سماح هلال مقدمة برامج في القنوات الفضائية، مقدمة حفلات ومهرجانات، سكرتير نادي أدب روض الفرج، مديرة صالون عروس النيل، مدير العلاقات العامة بفريق نجوم المحروسة للإبداع. لها عدد كبير من الحفلات الشعرية الخاصة، وعدد آخر من الحفلات المشاركة مع بعض الزملاء. شاعرة عامة ولها 5 دواوين ومجموعة أوبريتات وطنية. شاعرة عامية. عامية تمام. ممثلة مسرح وسينما مع عروس النيل سماح هلال. طبعا تحياتي لكم جميعا، وتحياتي للمبدع محمد المصري الصالون الرائع اللي دايما بيكون متميز. وتحياتي بقى للصديقه العزيزه بنت اسوان، وانا اللي اطلق عليا يا جماعه عروس النيل من اهل اسوان. طبعا معاكم سماح هلال، مقدمه برامج وشاعره، ولكن بنتمي لشعري اكثر لان انا في الاصل شاعره. اشكر الدكتوره منال، بجد دكتور منال من الناس الجميله اللي فعلا انا ببقى سعيده معاها في اي مكان اي شغل. النهارده انا جايه معاكم من كام ضمن البرامج، مش هقول اعلان لاني لم ادرس الاعلان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يدي كل انسان فينا ملك. يا سلام لو ربنا بقى بيحبه اكثر فيديله اكثر من ملك. فربنا سبحانه وتعالى اعطاني اكثر من موهبه، وكنت الحمد لله على قدر المستطاع بحاول اكون جيده فيها، مش هقول رائعه ولا مبدعه زي ما بتسمع في بعض الناس. الحمد لله انا كشاعره كنت بحضر لقاءات، فكنت بدير انا اللي بكتب ورق ولا اي حاجه من دي، حتى برامجي كلها كده. انا عندي 8 برامج كلهم باحساسي، بثقافتي، بقراءتي، باستماعي، بجانب الروح الطويله. عادة لما بكون في لقاء جميل زي هذا اللقاء الثقافي الممتع، ما بحبش أكون حد أكاديمي وبيقول كلام يمكن غصب عن المستمع يزهق فينفصل عني. لا، أنا بيهمني لما أحس إن الجمهور اللي أمامي ذاكرته نشطة معايا. إحنا بنعمل لقاء ليه؟ علشان بندير مشكلة أو بنتكلم عن موضوع مهم. إذا لازم آخد رأيك وأقول رأيي، ما أفرضش رأيي يعني. أنا جاية بقدم مادة، ولكن محتاجة أسمع منكم. علشان كده اسمحوا لي أدير الفقرة بتاعتي بالشكل المناسب، اللي زي ما أنا اتعودت هي بصماتي المرأة المصرية اللي كانت بتجتهد عشان تقول أنا أهو بمجهودي. النهارده بنتكلم عن الإعلام، وهل هو مؤثر في المجتمع ولا لا؟ طبعا اوريدي مؤثر. طب إيه هو الإعلام؟ بكل بساطة هو في حاجتين: النشرة الإخبارية صح، والجريدة الورقية. بعد كده حصل تعديل لده، وبقى عندنا بقى وسائل التواصل الاجتماعي، وعايزه اقول لكم ان ده عنصر قوي جدا ومؤثر يمكن اكثر من التلفزيون. ازاي اثر فيه؟ هناخده من الناحيه السياسيه، وهناخده من الناحيه الاجتماعيه، وبشكل مختصر. الاعلام بيأثر من الناحيه السياسيه ازاي؟ ويعني ايه اعلام؟
اي منظمه في اي دوله بيبقى ليها اهداف. فانا بستخدم قلم الكاتب، قلم الشاعر، لسان الاعلام. هم دول الثلاث نقول اعمده اللي بتاثر فعلا على اي مجتمع. لو انا مقدمه برامج الناس تحبني قوي، اي كلام ليا هيكون مسموع، هيكون له مردود. اذا انا لو مؤسسه سياسيه وحزب مثلا سياسي معين وليه اهداف وليه افكار، لما باجي اعمل منشاه ليا اعمده اساسيه انا برتكز عنها، منها الاعلامي الشاطر المحبوب، لان انا كده هكتسب خبراته وهكتسب جمهور لو بيسمع لها 1000. اذا كل حاجه تتكلم فيها السنه دي عن موضوع يخص المؤسسه دي فال1000 هيسمعوها. اذا هنا الاعلام مؤثر. طب تعالوا ناخده من الناحيه العلميه. انا واحده من الناس لما بيبقى في حاجه انا مقدمه عليها بكتب على جوجل. يبقى هنا الاعلام عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عمل معايا ايه؟ اداني معلومه مفيده، قريت بحث واثنين وثلاثه، والانسان الشاطر لازم يعمل كده. انا كشاعره ازاي ببقى مركز اول في كذا، وازاي باخد نشر اقليمي؟ مش اي كلام اكتبه باشياء، لا. انا ممكن اسقف لزميل اكراما، ولكن بيني وبينه من الواجب عليا والامانه اقعد اقول له خلي بالك مش مفهوش صوره شعريه، لازم نحط صوره شعريه. هقول له اسمع لفلان، الانسان المحب الخير للاخر هو اللي بيعمل كده. لكن هسقف واشجع واقول الله انك لمبدع، ثم بعد يفضل مكانه محل سر. يبقى احنا ما بنعملش مجتمع. وبرضه النصيحه في العالم فضيحه، يعني ما ينفعش شاعر ربنا اكرمه ببلد احسن نقول له ايه يا عم اللي انت بتقوله ده، هو ده شعر؟ عيب، ما ينفعش. الكبير اتفضل. عليكم السلام. يمكن الكبير يكون كبير بتصرفاته والموقف، مش كبير سنا ولا انا فلان الفلاني. كلنا بنتعلم من بعض، مفيش حد كبير وربنا سبحانه وتعالى. نرجع للجزء الاعلامي بما انه بيأثر على كل حاجه. لما انا اكون مثقفه في كل المجالات، بقرا في الطب على قدر استطاعتي، بقرا في علم النفس، بستمع لدكتوره فلانه في التربيه في التنميه البشريه، ببقى ملمه. عندي مصطلحات بقدر احطها عندي في قصيدتي عن طريق ثقافتي دي، ما بكونش سطحيه وانا بكتب. كل ده الاعلام مهم بيأثر فيه. خلونا ناخد الاعلام وتاثيره على الطفل. انا دلوقتي اتاسست ما بين ايد اب وام، يمكن الثقافه بسيطه ولكن علمهم كان اقوى من رواد الجامعات. عندهم العلم، يعني انا والدتي مش متعلمه والله، في حديثها اولادي الواد الحق عارفين اللغه العربيه بتحطها بشكل مباشر وهي كلها سلاسل. احنا للاسف بقينا لا نجيد العاميه. انا بحزن لما بلاقي حد كاتب انتي بيتوزن وما اقصد ان شاء الله، وان شاء الله بتكتب بطريقه اخرى، بس انتي دي بتجنني. في كسره يا جماعه، مش هكسر حاجه، وما شاء الله كل الموبايلات حديثه دلوقتي، هعمل كسره. انا بكتبها زي ما انا اتعلمتها، لان انا كده هنسى اللغه العربيه. حضرتك مش عايز يكسر الكلمه، مش عايز يكسرها، عايز يسيبها سليمه. بشكرك على المداعبه الجميله ديت. انا اليه وانا لله وانا اليه راجعون. انا صلحتها الاثنين النهارده في عزا كانت على الفيس، كاتبين ان من كل الالف. يا جماعه دي ايه قرانيه حتى، يعني واللي يقول لك اللهم ما تقبل مصيبه. وشعراء ما هو دي مشكله بقى. اللهم ما تقبل. بص انا بسمح بحاجه واحده بس، الشعر العاميه. خلينا مع حوار المنصه يا جماعه. احنا كلنا عارفين الشعر العاميه هو مسموع افضل من المقروء. ليه؟ ممكن سؤال يا استاذ؟ اتفضل. يبقى هنا حضرتك اعلاميه. ايه السبب ضعف الاعلام المصري والعربي مقارنه بالاعلام الغربي في ايصال الرسائل او مناقشه اي قضيه؟ حالا برد على السؤال. خلي بالك، الاعلام مرتبط بالبيئه اللي ظهر فيها. هل البيئه بيئه مناخيه سياسيه عادله ام لا؟ يعني حقيقه سياسيه مسيسه، يا اما حقيقه اصليه ولها قاعده من المعرفه بتعتمد على الله.
انا بقى هنا فين اختياري انا كاعلاميه؟ حبيت امشي في انهي طريق؟ الطريق اللي يديني شهره والله، ولا حاجه تبقى حزب محدد ومعين وجمع الاهداف وافكار، ولا هنا في مجسم؟ يعني انت حسب البيئه السياسيه اللي انت عايشها. اما بقى انا بعتبر الاعلامي الذكي هو اللي يقدر يديك الدواء المر في شويه شهر. انا هودي رسالتي زي ما انا عايزه. انا استفدت من الشعر في ده. انا مش هقول رسائل واضحه وصريحه لما اكون عايزه زعلانه من زميله مثلا، لكن ممكن اقول صفه كل اللي قاعدين عارفين الصفه دي في الفلان. هل تقدر تحتسب ده عندي؟ ما قلتش اسمك، ما قلتش اي شيء يخصك. هنا الاعلام بيأثر. عشان كده احنا لازم ناخد بالنا ان انا ما اعتمدش على معلومتي من مصدر اعلامي واحد فقط. يعني انا لو مشاهده للتلفزيون جيده زي اهالينا بتوع زمان ما لهمش في النت دلوقتي. ممكن تكون والدتي بتحب مثلا عمرو اديب، بتعشقه، تفضل قاعده قدام كده اي كلام بيقولوا الله الله صح ولا غلط. لا انا لازم اتفرج على حاجات ثانيه، اقرا. احنا نسينا القراءه. المشكله ان في التواصل الاجتماعي بقى بالنسبه لنا للاسف الاعلام بروباغندا. لسه هنتكلم عن البروباغندا دي عشان مهمه جدا. يعني ايه البروباغندا؟ هي اصلا كلمه لاتينيه ومعنى البروباغندا انك انت بتعمل شو اعلامي لمعلومه مقصود تصديرها للعقليات خاصه بالجمهور اللي انت بتستهدفه. يعني انا مثلا لو تابعنا قضيه راي عام كانت خاصه بنيره اشرف محمد عادل، كلنا عارفين القصه دي، قصه القتل. في اللي عندكم المجتمع المصري كله انقسم لاثنين شقين، والاثنين تحس ان هم صح. حد بيتكلم عن اخلاقيات البنت رحمها الله وقالوا انها تلاعبت بشاب مركز في مذاكرته وفي حاله وكل حكايه انه حبها. هل هو اخطا انه حب انسانه ملتويه شويه؟ بدات تلعب بمشاعره وتستغله ماديا وتستعمله بتسافر بقى وبتعمل حاجات اعلانات ومش عارف ايه، فمحتاجه شنطه كتير. طبعا مع اعتذار لاي رجل محترم بيعمل ده مع زوجه او مع حبيبه، دي حاجه ثانيه. لكن هي بتستغل ده وبتاخد منه فلوس كل حاجه. كل ما يجي يتقدم طبعا في فويزات بينهم على موبايلاتها تم تفريغها وسمعوها. تقول له تعالى، في نفس الوقت تقول لوالدها انها مش عايزاه فيجرحوه ويهنوه. يعني حتى الرفض ما جاش بشكل حلو، ده عمل جواه نفسيا ضغائن. فبقى ما بين انفعاله انه عايز ينتقم وياخد حقه وما بين انه بيحبها. مع الوقت ده انا بقول لكم الشغل اللي هو مع محمد عادل، مع الوقت بقى زمايله يتنوروا عليه، انت يا عم مش راجل، ده انت مضحوك عليك، ده كانت ماشيه مع فلان. في نفس الوقت هي نفسها يوم الحادث قدام المقربين ليها اللي تابع القضيه بشكل يعني انا مشيت ورا الخطوات، هيعرف ان هي في نفس اليوم قدام الجامعه قالت له انت مش راجل، او قبلها بيوم تقريبا انت عيل، هو انت تملى عيني، هو انت انا بشحنك نفسيا، انا بضغطك نفسيا. هو الست لما تيجي تقول لجوزها انت مش راجل هيعمل ايه؟ هيسكت، هيتعب، حاجه من الاثنين، لا بيسيبها لا بيقتلها. وممكن يكون تفكيره في اللحظه دي غصب عنه، الشيطان اثر عليه. احنا كلنا بشر بنتاثر وبنأثر. ممكن في الوقت ده انا مهزومه نفسيا شويه فالشيطان يلعب انطق. ادي القسم في الاعلام هنا احنا قلنا انقسم نصين. حد واقف جدا مع محمد عادل وبينشر الفكره دي، فانا بسمع سماح هلال في الحته دي، وسماح بتقول ان محمد عادل مظلوم. فبقى الالف اللي بيتفرجوا على سماح هلال دايما بقوا مع محمد عادل علشان سماح هلال. يبقى هنا الاعلام اثر ولا ما اثرش؟ اثر. هاتوا بقى اعلامي تاني محبوب بشكل تاني قال لا مش من حقك تحكم عليها انها تتجوزك، مش عايزاه. هل عشان هي مش عايزه تتجوزك يبقى يا انا يا ما فيش فتقتلك؟ برضه راي عادي. افرض انت بتحبني وانا بحبك اكتر، مش قادره اكمل، ما تقولش يا انا يا ما فيش فاقتلها بقى واخلص عليها. فهنا الاعلام عمل فينا ايه؟ قسمنا مين فيهم الصادق ومين الكذاب. ما بتقدرش توصل لحقيقه غير انك انت لسان الاعلامي ده لازم يكون عنده ضمير، عشان احنا بنستغل حب الشخص لينا. اي حد ليه سؤال في الجزئيه الخاصه
بالجزء اللي احنا اتكلمنا فيه، سواء اعلام ازاي اثر في الناس، ممكن يكون عندك معلومه احسن من اللي عندي، انت قرات احسن مني، اتفضل. هل نقدر ندي نسبه مئويه مدى مصداقيه؟ لا مدى تحكم الاعلام في قضايا الراي العام؟ ان ممكن يتحكم في حكم القضاء؟ طبعا طبعا 90%. 90%؟ اتفضل لسه هقول لك ايه بعد كده، اتفضل. حضرتك الاعلام والشعر رضوان صاحب برنامج خير بلدنا والشعر رضوان، قضيه محمد عادل وقضيه انا كنت متابعها من الف للاسف الشديد. كان وضع موجه بتاع محمد اللي هي الطيار بتاع محمد عادل، كان موجه، انا كنت هناك، كان الوضع ده موجه لشيء ما. انا مش عايز طبعا انتوا تصوروا، لا خلينا اقف. لا انا مش عايز افتح انا القصه دي كده، لان ده كان موجه بالاخص بتاع محمد عادل، امثله يعني. كان موجه لوضع ما، يعني ايه، لوضع القضاء بمعنى صحيح. فده كان امر واضح وانا تناولته كتير. لكن لاحظت الانشقاق اللي حصل. الانشقاق حضرتك، ما انا قلت لحضرتك، لا الانشقاق كان الحته بتاعت محمد عادل كان كله موجه، وانا عارف طبعا، عرفنا كان موجه ليه، وعرفنا الشخصيات اللي كانت وراه. نعم صحيح. كان ممول بمعنى صحيح. صحيح. مش موجه بس، كان موجه وممول. صحيح. ليه؟ القضاء هيحكم على محمد عادل بالاعدام، وكلنا كنا عارفين انه هيحكم عليه بالاعدام، وهم مش عايزين القصه دي كده كمان خلي بالك تصل للشعب. القضاء بيتظلم بسبب الاعلام. ما هو ده هو معمول قاضي عنده اثباتات ورقيه، بيتعامل مع ورق، ما يقدرش يتعامل بشكل تاني. كانت معموله ومموله عشان كده. بالظبط. يبقى هنا فعلا الاعلام عمل فيه اثر اهو، يبقى ليه تاثير يا سلب يا ايجاب. بس هي الكلمه، انا طبعا يمكن ما دخلتش في الاعلام لان ما كنتش كويس، ليش اعلام النهارده. يبقى عندنا بتقول اعطيني اعلاما قويا املك العالم. نعم احسنت. اعطيني اعلاما قويا املك العالم كاعلام عام. صحيح. ايا كان بقى سياسي، ايا كان اقتصادي، ايا كان اجتماعي، بالشكل ده كده اعطيني اعلاما قويا املك العالم، وعلى كل اعلامي ازاي يقوي اعلامه بهذا الشكل. هو ده القضاء لم يتاثر لا يمكن. لا هو ملوش دعوه نهائي، القضاء عنده اوراق رسميه بيتعامل معاها. مبدأ حياد القاضي. طبعا احنا ليه بنقول القضاء نزيف؟ ملوش دعوه بمشاعر الناس، علشان هو ما يقدرش يظلم. لكن احنا في المستوى العام كشعب لينا لسان، فبنتكلم. في ناس تقول انا وللعلم من غير قطع كلام حضرتك، القاضي ساعة ما بينظر في قضية رأي عام ما بيبصش للإعلام أساسا. بس هو ده طبعا دي نزاهة القضاء بقى اللي احنا بنقول. طيب احنا عايزين نتكلم برضه عن جزئية صغيرة، هي أولادنا اللي لسه ما تأسسوش دلوقتي بيتأسسوا على إيه؟ على السوشيال ميديا، على التيك توك، صح؟ على البرامج الأخرى، لايكي والحاجات التانية دي. هل احنا كآباء ينفع ما نتفرجش على الحاجات دي؟ لا أنا بتفرج وبدخل فيها، ليه؟ عشان أعرف ابني بيشوف إيه، عشان أعرف أتعامل مع ثقافته، عشان ما يقوليش دي لا قديمة، هو ما كنتش فاهمة حاجة. بدخل لايفات على التيك توك واتفرج على اللي بيكتبوا لي، فين مهذب، فين محترم، فين لابط، فين كذا وكذا. دول بقى بيقابلوا ولادي. ابني بينتقد الناس، طب لو حد جرجره محدش ينزل في الأخلاقية. لازم أنا أدخل نفس المكان، أنا بدخل بوعي ابني داخل كده فكرة، فسهل تأثر عليه. أنا دلوقتي الدكتورة سماح ابني إيه؟ أنا مش هكون فخورة بنفسي، بس هكون فخورة بيه. أنا ممكن أكون ست بيت أكل وشرب وبس، لكن واخدة بالي أنا واحدة على المستوى الشخصي. الدنيا يعني الناس اللي عارفيني عارفين ده كويس، أنا برضه بحسابي وجوزي وولادي. ليه؟ ربنا أكرمني إن أنا بخاف من اللي جاي، فمش هخسر حاجة. أنت خايف من إيه؟ أنا عايزة أشوف يوتيوب وأنت بتتفرج وأنا نايمة بتتفرج. لما بصحى بيجي لي رسائل إنك اتفرجت على كذا، مين كان فاتح في الوقت ده؟ ابني الفلاني. أشوف كذا ده اللي شافه إيه؟ الكذا ده حاجة ثقافية، حاجة فنية، حاجة دينية، مش رقاصة. ما بروحش أقول له أنت إزاي اتفرجت على كذا؟ أخسره، مش هحكي له قصة وهمية عشان عايزة أطلع بولادي بره الإعلام. أنا مش هفرح إن أنا الإعلامية الفلانة وابني ضايع
ابني مدمن، بنتي بتعرف شباب. احنا في مجتمع مفتوح حاليا، بس نوع المعرفه ايه؟ مستوى العلاقه بينها وبين الشاب ده ايه؟ واصله لحد فين؟ يبقى الاعلام مؤثر. يبقى انا ولي امر صاحب اسره راجل او ست، طبعا انا بلوم هنا الست مش الراجل بيشحن يتعب بره عشان يجيب الماما، فكتر خير. الست بقى سواء ست عامله ست بيت دي مسؤوليتك. اقعدي جنبك كده والمحن الموبايل وترفع عينيك تكتب ايه؟ بتقول ايه؟ ومش لازم تقف قدامك ما تعمليش كذا، لا قصه وهميه احكي عن بنت صاحبتك عن مش عارف ايه، واديها المعلومه في تصويره كده حلوه. احنا عملنا نشر دي. طب ايه رايكم في برامج؟ مين فينا بيقعد يتفرج على برامج خطيرة. قليل بقى قوي يعني. انا فرحانه عشان ابني ما يعملش دوشه، اروح مشغله سواء على اليوتيوب او على الفيس اي كرتون اطفال. لا ده انا عايزه اقعد اعرف الكرتون الحلقه بتتكلم عن ايه، بيوصلوا له فكر ايه. في بعض الحلقات الكرتونيه والله العظيم شفتها جايبين بالظبط، جايبين الكرتون البطوط بيلبس بطوطه. انا صدرت لابني وبنتي ان ده عمل اخلاقي عادي يا حبيبتي. يبقى احنا نسينا كلمه والدي الله يرحمه لما كنت ابقى في الجامعه وزميلي يصور لي ورق ويجيب لي سندوتشين واجي احكي له لا النهارده بيكسر عينك بساندوتش، هيجي يسلم هيتك على ايدك شويتين، المره اللي جايه هيبقى 3 شويات وانت مكسوفه. اصل ده عصير، اصل ده مش عارف ايه. اتعاملي معامله انجليزي اللي عايز يعرف كده يعرف. تقعد على اي بكتيريا انا ليا كلام لوحدي، المشروب اللي هدفع ده انا اللي قادره عليه بشرب ما تعزمنيش علشان اكون قادره اقول لك لا على ما. اي انسان عايز تكسره بتقف، عايز تاخد حقك منه كسره بتقف العيش. ابسط حاجه احنا كبشر مع بعض بنعاير بعض لما بنتخاصم مش حلوين مع بعض، يبقى برضه الاعلام بيأثر علينا. يبقى احنا في مجمل الكلام عشان انا مش عايزه احكي لان انا محتاجه اسمع الشعر جدا لاني شاعره فانا لازم اسمع. أنا أسمع منك. انا بتعلم منك. انا استمع اليك. لازم نسمع منك. هو شيء عارفه والله بس عشان الوقت وعشان هنعود اليها تاني الاستاذ سماح وهي ضيفه الصالون، ضيفه شرف الصالون. طيب معانا الشاعر بيحضر اول مره